ما تنساوش الخوت اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، باش توصلكم اي حاجه. شكرا للناس اللي اشتركوا معنا، شكرا لكم بزاف، وشكرا لكم على التعاليق، وشكرا لكم على التفاهم ديالكم وعلى المعنويات الايجابيه وكل شيء. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الناس العزاز الغاليين، جيت اخوتي بغيت نشارك معكم واحد المساله، واحد الموضوع اللي الصراحه بغيت ننصح كاع الناس اللي مازال ما جاوش. كما وعدتكم وقلت لكم راه دائما نشارك معكم اي حاجه، اي حاجه كنوقع فيها ولا اي حاجه كتوقع ليا ولا سميتو كنبغي نشاركها معكم. واليوم بغيت نشارك معكم هذا الموضوع هذا، سميتو ديال الناس اللي بغاو يجيو من المانيا يستقروا في المغرب. انا من دابا ملي بغيت نجي لالمانيا ونستقر هنايا في المغرب ما كانش القرار نهائي، يعني كنت دايره رجل هنا ورجل عليه، رجل هنا ورجل ليه. الصراحه كنت مازال ما خديتش القرار 100%. لذلك جيت هنايا للمغرب. من بعد بان لي الامور مزيانه، الصراحه عجبني الحال، وليداتي عجبهم حتى هما الحال. هي هذيك بقينا هنايا. المشكله اللي وقع ليا وما بغيتش يوقع لكم هذا المشكل هذا، وان شاء الله الحمد لله راه داركنا الموقف والحمد لله ما كاين حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. واحد الحاجه اللي بغيت ننصحكم بها، انكم اللي بغى يجيب وليداته هو مثلا حتى لسن 16 سنه، اي دري قل من 16 سنه ضروري تعملوا له الاب ميلدن في المانيا. قبل ما تجيبوه عملوا له الاب ميلدن. هتقولي لي نعيمه علاش نعملوا له الاب ميلدن؟ انا نقول لكم علاش لانه هو شوله فليشت، يعني هو ضروري يكون في المدرسه، اجباري باللغه العربيه، اجباري عندهم الدري يكون في المدرسه من سن 6 سنين حتى لسن 16 سنه. يعني اللي عندها شي ولدها ولا بنتها وليداتكم بغيتوا تدخلوهم المغرب عملوا ليهم الاب ميلدن من الاحسن، لان من بعد الا ما عملتوش لهم اب ميلدن هيطالبوكم انكم يكونوا في المدرسه. وإلا ما كانوش تما في المدرسه، مثلا دخلتوا بهم المغرب وما كانوش في المدرسه، كيقدروا يعلموا اليوغنت امت، يعلموا البوليس، وديك الساعه كتجيكم واحد الخطيه اللي هي خايبه بزاف. راكم عارفين الالمان والخطيات ديال الالمان. والسلام البنات اللي عندهم نفس المشكل ولا وقعوا في نفس المشكل يشاركوا معنا في التعاليق. راه عرفت بان بزاف ديال البنات اللي جاو من المانيا وعايشين هنايا يشاركوا معنا ويشاركوا مع خواتاتهم وخوتهم، باش نكونوا على بينه. الواحد باش الا بغى يجي ما يجي حتى يدير هاد الاجراءات هادو، باش ما يجي حتى يجي ويضطر عاد باش يمشي ويدير الاب ميلدان. وهذه من الاحسن واخا تعلموا المدرسه. واحد الحاجه ما ننساش ما نقولهاش لكم، واحد الحاجه في المانيا يختلفوا المقاطعات، يعني من مقاطعه لمقاطعه. انا كنت في المقاطعه نورد غاين فيستفالن، باش ما يجيش شي واحد اخر ويقول لي لا هادشي اللي كتقولي راه ماشي هو هذاك. لا، انا كنهضر لكم على تجربتي الخاصه وبغيت ننصحكم بها لوجه الله. لذلك انا في نورد غاين فيستفالن ملي جيت هنايا وقيدت ولدي شاركت معاهم كل شيء في المدرسه، بانني راه انايا درت لي راه مسجل في المغرب وكيقرا في المغرب. مع ذلك قالت لك المدرسه لا، خاصكم ديروا ليه اب ميلدن في البرغا امت مشينا عندهم قال لك ضروري. انا ما مشيتش، وانما اللي مشاو ضروري يدير اب ميلدن من السكنه، لانه هتجيكم واحد المشكله، وقد توقعوا في واحد المشكل اللي كبير ويقدر تجيكم شتخافه، لان تما التعليم اجباري. هذا هو المشكل اللي كاين، هذا هو اللي بغيت ننصحكم به. اللي بغى يجي يدير هاد الاجراءات هذه قبل ما يجي. وان شاء الله اي حاجه كما قلت لكم راني نشاركها معكم. يمكن طولت عليكم، والسلام ما عليناش. شكرا لكم بزاف، وحتى الفيديو اخر باش ما كان انا اي حاجه راني هنشاركها معكم، اي حاجه هنشاركها معكم. واللي
سهيت عليها وما قلتهاش لكم فكروني في التعاليق. وكان قال لي واحد الاخ حتى هو ولا ما عرفت اخت انني نشارك معاكم الناس اللي بغات تمشي لالمانيا. والسلام. باش ما كان اي موضوع راه ما اي تعليق راه ما كنشوفو ان شاء الله نجاوب لكم على اي حاجه كتسالوني عليها. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حتى الفيديو اخر باذن الله.